السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده وعلى احسن حال. اليوم غنقدم معكم فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غنقدم معكم بريوات وسيجار بنفس الحشوه اللي هي الكاوكاو. كيجيو ساهلين معلكين، ونتمنى انكم تجربوهم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك باش نكبروا نولوا عائله كبيره ان شاء الله. وما تنساوش تضغطوا على زر الجيم الى عجبكم لا فيديو، وبارطاجيو مع العائله والاصدقاء ديالكم. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالهم. كيجيو الصراحه غزالين غزالين بزاف. المهم انا راه حاطه منهم غير كميه قليله، راه ماشي ديال الكميه اللي غادي يخرجوا لي هاد المقادير اللي غتشوفوا معايا. شوفوا كيجيو من الداخل زوينين وكيجيو مقرمشين. المهم غنعطيكم الاسرار والنصائح باش يجوكم زوينين. اول حاجه البنات غنبدا، المهم غنبداو المقادير، غنوريكم حاجه بحاجه في كل مرحله. غنوريكم شنو غنستعمل، ما نديرش لكم المقادير كلهم في الاول. المهم عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي كيجي على هذا الشكل مقشر، الرومي ماشي البلدي، اللي دهنته بشويه ديال الزيت ودخلته للفران يتحمر. انا راه فوت فيه شويه تحمار نسيته في الفران. وعندي كاس ديال الزنجلان اللي حتى هو غير بحال غير سخنته، ماشي تتحمر بزاف، اللي هي 150 غرام. وعندي هنايا 150 غرام ديال السكر سنيده. ما سميتو ما كثرت السكر حيت مازال غنطفيهم في العسل وداكشي، يعني غيكونوا حلوين بلا ما تكون حتى الحشوه هي حلوه بزاف. اول حاجه غنجيب طحان كهربائي، غندير شويه ديال الكاوكاو، غندير معاه السنيده واحد شويه، وغنقسم حتى الزنجلان حتى هو غنضيف منه شويه، يعني باش المكونات كلها تجي مع بعضياتها. صافي غادي نطحن هذا الشيء، غنطحنو مزيان ونرجع معاكم. صافي البنات تيولي بهذا الشكل كما غتشوفوا معايا. استعملت غير الزبده، وغادي نجمع بما الزهر. غادي نبقى نضيف حتى يتجمع ليا. العقده ديال البريوات اولا السيجار كتبغي تكون شويه جاريه باش تجينا سهله في الخدمه.
البنات صافي ملي كنجمعها كتولي على هذا الشكل، كتجمع كما شفتوا. نخليها تشرب واحد شويه عاد نخدم بها، ندخلها للثلاجه ونرجع معكم ديك الساعات. البنات من بعد ما ارتاحت لي واحد شويه صافي غنكورها كويرات صغيره تقريبا حجم 8 غرام. صراحه ديال الكاوكاو ماشي بحال ديال اللوز، ما كيقهموش بحال هكا على هذا الشكل، ونخليهم جانبا باش يجوني ساهلين. سينا كاين اللي يعني كيكون عنده الوقت وداك الشيء وما زعما ما كيديرش هاد المرحله، فكيجيب حتى كيقطع الورقه وداك الشيء، عاد كيبقى يهز بشويه بشويه من الحشوه وكيدير، يعني ما كيديرش كاع بمره هاد المرحله. صافي الا عندكم ميزان عبروا، الا ما كانش عندكم ديروا بحالي وديروا عينكم ميزانكم. المهم يكونوا صغار وتقريبا يكونوا قد، حاولوا ديروهم قد. صافي انا غنكمل الكميه اللي عندي ونرجع معاكم. وحتى السيجار فهو نفس الشيء، كيكون هو كيهز كتر، كناخذوا بحال هكا كنديروا على شكل مستطيل، كنجمعوا الاطراف تقريبا على هذا الشكل حريبلات بحال هكا، ونحطوهم جانبا حتى هما بحال دوك الكويرات. نصايب كلشي في مره باش هكا كنتسنى وكينشفوا، كيبقاوش هكا جاريين، كيقبطوا راسهم. صافي غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها ونرجع لكم ديك الساعه. صافي البنات دابا من بعد ما شكلت الكويرات وهاد الحريبلات غادي نجيب الورقه. عندي هنا نص كيلو ديال الورقه، اللي غادي نقسمها على هذا الشكل. غادي نحيد لهاد الاطراف اللي كيكونوا ناشفين، وكل نصف غادي نقسمه الى 3، وممكن ديروها اصغر. صافي غنكمل بنفس الطريقه الكميه الاخرى ونرجع معاكم. اول حاجه غادي ناخذ شريط من ورق البسطيله، الا ما كانتش مدهونه دهنوها، انا لقيتو يلاه كيطيب فيها فخديتها باقا جديده، يعني باقا فيها الزيت. ناخذ الكره الاولى
نحاول نقاد على شكل مثلث، نعمر الجوانب. ملي كتكون مرخوفه العقده فكتجينا ساهله. نحاولوا اننا في هاد الطيات الاولين، جوج طيات الاولين، نزيروا يدينا شويه في الطوي، ولكن من بعد نرخيو يدينا باش ما يطرطقوش لينا في الطياب. صافي هنا ناخذوا نقطعوا هاد الجوانب اللي ناشفين، وغنجيبوا خليط ما بين الدقيق والماء، اولا تقدروا ديروا البيض اللي عجبكم. صافي، ونحطوهم على هاد الجانب اللي فيه الدقيق باش ينشفوا لينا. كما كتشوفوا البريوه كتجي على هاد الشكل. غادي نعاود معكم واحده اخرى. نشد شريط من ورق البسطيله، نحاول نضغط باش نملأ الجوانب. هاد الشكل. من بعد كنطوي عادي وانا راخي يديا. بالنسبه للسيجار البنات، غادي ناخذوا ورقه البسطيله، غادي نقطعوها على هذا الشكل من النصف، وغنجيبو هكا ونقسموها عاود من النصف على شكل مثلثات. وهادو كذلك غادي نقسموهم على جوج.
يجونا سيجارات صغار. الا بيتوهم يجوكم كبار خليوهم هكا، ما تقسموهمش عاود على جوج. كناخذوا المثلث الاول والباقي كنغطيوه تنخليوهش معري. هذه مقطعه، نجيب واحده اخرى. كنجيب حربول بحال هكا كنقادو، كنتني هاد الجنب ديال المثلث وكنطوي الجنب الثاني صافي. كنطوي بحال هكا بكل سهوله. كنحاول نزير في الثنيه الاولى ومن بعد ما كنزيرش. صافي وكندير شويه ديال الدقيق باش كنلصق الطرف الاخير صافي، وكنحطها في بلاطو. نعاود معكم وحده اخرى. كناخذ هكا الحربول كنحطو في الوسط وكنقادو صافي. كنتني الثنيه الاولى وانا مزيره، من بعد ترخى في يدي باش ما يطرطقوش. في الاخير كنلصق بالقليل من خليط الدقيق والماء صافي على هذا الشكل وكنحطهم صافي. غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. ايوا البنات، المهم من بعد ما ساليت من التشكيل ديال البريوات او لي سيغار، المهم هذه هي الكميه اللي خرجت ليا. خرجت ليا 40 بريوه على هذا الشكل، وخرجت ليا 22 سيغار صغيورين. المهم دابا غنخليهم حتى ينشفوا من داك الدقيق، ينشف فيهم اللي لصقت به، عاد غادي نقليهم في زيت اللي تكون سخونه. البنات درت الزيت حتى سخن في مقله صافي، وغنبدا نوضع البريوات صافي. غير كنوضعهم في المقله وكنقص ليها باش يتحمروا، على خاطرهم يطيبوا ماشي يتحمروا غير من الفوق وتبقى الورقه من الداخل خضراء. صافي غير كيدخلهم الطياب وكيولوا بيضين يعني كما كتشوفوا معايا. صافي كنبدا نقلب فيهم بفرشيطه ولا معلقه ولا اللي كان، باش ما يتحرقوش لينا وباش يطيبوا لينا مزيان، يطيبوا لنا من جميع الجوايه.
صافي كما كتشوفوا معايا كنبقى مستمره انني نقلبهم حتى كيتحمروا ليا مزيان. كما شفتوا اما تحمروا لينا كيولي فيهم واحد اللون اللي زوين ذهبي. ما تحمروهمش بزاف حتى يتحرقوا، يعني صافي غير يذهبوا واحد شويه وصافي غنحيدوهم. صافي انا غنحيدهم دابا كما شفتوا معايا، مخليتهمش بزاف. صافي غنسقطرهم من الزيت بواحد الصفايه باش ما نديروش الزيت على العسل. صافي وغادي نديرهم على العسل. انا هاد العسل دايره منزلي، ما شاركتش معكم الطريقه، كنت صراحه مديرونجيه مع حيت مشات لي القناه الاولى اللي كنت دايره، حيت فريمون كنت تعذبت عليها وفي الاخر مشات ليا بغلط بسيط. المهم صراحه هذا العسل كيجي زوين. ان شاء الله مره اخرى نشاركه معاكم. كانت صراحه اول تجربه ليا انني نصايبو صدق جا زوين. المهم كما كتشوفوا كنبقى نغطيهم بالعسل وكنكمل بنفس الطريقه حتى لي سيكار حتى همايا كنقص ليهم البوطه حتى كيتحمروا وكنحيدهم وكنطفيهم في العسل. بقاو كتحركوهم باش ما يتحرقوش لكم من شي جهه وباش يتحمروا من جميع الجوانب ويطيبوا. صافي من بعد ما كيتشربوا العسل خليوهم كاع، الا كان عندكم كاع الوقت خلوهم ليله كامله كاع في العسل. صافي كنصفيوهم ونديرهم في كسكس باش يتسقطرهم كاع داك العسل ما يبقاش فيهم بزاف، ونزينوهم بزنجلان اولا اللي بغيتو لوز ايفيلي ولا كاوكاو. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجوا زوينين. ما خرج لي كميه اكثر من هكا كما شفتوا معايا سبق في لا فيديو. كيجوا زوينين ومقرمشين وزوينين انكم تحطوهم في مائده الافطار. نتمنى يعجبكم لا فيديو، الا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو، واللي ما اشتركش يشترك معايا، وما تنساوش خليو جيم وكومونتير زوين.